مارينا وفوكا وسيدي عبد الرحمن كل دي مشاريع اتبنت على البحر، لكن راس الحكمة اتبنت على الورق وبعدها البحر. الفرق بين مشروع وساحل، المشروع بيتبني وبعدين الناس تيجي، لكن المدينة الدولة هي اللي بتخطط لها من أول طوبة. 170 مليون متر مربع، كل منطقة هناك ليها دور واضح، سكن، سياحة، خدمات، أعمال، إبداع وترفيه. لو بصيت لخريطة الساحل زمان هتلاقي شاليهات كتير على البحر وكل شوية بوابة حواليها، لكن راس الحكمة مارينا في قلب المدينة، مطار دولي مربوط بشبكة نقل جماعي، شواطئ عامة وخاصة متقسمة حسب الاستخدام، وكل شبر بيخدم خطة عمرانية واضحة، مش فيو حلو وخلاص. الناس اللي اشترت في مارينا 2 أو فوكا 1 ما كانتش بتشتري على تخطيط، كانت بتراهن. لكن هنا المخطط بيقولك فين هيتبني المركز المالي، وفين هتتحرك السياحة، وازاي المدينة هتستوعب 8 مليون زائر في السنة. مش أي مدينة بتتبني على البحر تبقى فرصة، لكن لما الحكومة هي اللي تحط الخطة وتبدأ بالبنية التحتية وتربط كل حاجة ببعض، ساعتها اللي يفهم الخريطة ممكن يسبق السوق ب10 سنين. انت بقى هتعمل ايه دلوقتي؟